الفنانين الفنانات الأطول عمراً في الوسط الفني. واحد. رجاء حسين. تاريخ الميلادي 7 من نوفمبر 1937. نبذة: بدأت مشوارها الفني في المسرح القومي، واشتهرت بأدوارها المميزة في السينما والتلفزيون. من أبرز أعمالها: الكرنكي، شرف فتح الباب، رحيم. حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرتها الفنية. 2. سميحة أيوب. تاريخ الميلادي 8 من مارس 1932. نبذة: واحدة من أعمدة المسرح المصري، قدمت العديد من الأعمال المسرحية المميزة مثل أوبريت الليلة الكبيرة، سكة السلامة، الناس اللي تحت. كما قدمت أدوارا بارزة في السينما والتلفزيون. حصلت على جوائز عديدة منها جائزة الدولة التقديرية. 3. نبيلة عبيد. تاريخ الميلادي 21 من يناير 1945. نبذة: تعد من نجمات السينما المصرية الشهيرات. بدأت مسيرتها الفنية في الستينيات، وحققت شهرة واسعة بأدوارها في أفلام مثل الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، الوحل. شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة أيضاً. 4. سميرة أحمد. تاريخ الميلادي 15 من نوفمبر 1938. نبذة: ممثلة مصرية قديرة، بدأت مسيرتها الفنية في الخمسينيات. قدمت العديد من الأفلام الناجحة مثل شباب امرأة، الليلة الموعودة، أم العروسة. عملت في المسرح والتلفزيون أيضاً، وحصلت على العديد من الجوائز. 5. حسن يوسف. تاريخ الميلادي 10 من ديسمبر 1934. نبذة: ممثل ومخرج مصري، بدأ مشواره الفني في الخمسينيات، وقدم العديد من الأفلام الناجحة مثل 7 بنات، الراهبة، زوجة من باريس. كما أخرج العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. بالإضافة إلى الفنانين الذين تم ذكرهم، هناك العديد من الممثلين المصريين البارزين الذين عاشوا فترة طويلة وما زالوا على قيد الحياة. إليك بعض الأسماء الأخرى. 6. لبلبة. تاريخ الميلادي 14 من نوفمبر 1946. نبذة: ممثلة ومغنية وفنانة استعراضية، بدأت مشوارها الفني منذ الطفولة، وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة. من أبرز أعمالها: البعض يذهب للمأذون مرتين، عريس من جهة أمنية، الجرسونيرة. 7. دلال عبد العزيز. تاريخ الميلادي 17 من يناير 1960. نبذة: ممثلة مصرية قديرة، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة. من أبرز أعمالها: آسف على الإزعاج، لا تراجع ولا استسلام، سوق الخضار. ملحوظة: دلال عبد العزيز توفيت في 7 من أغسطس 2021. 8. رشوان توفيق. تاريخ الميلادي 2 من فبراير 1933. نبذة: ممثل مصري قدير، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. من أبرز أعماله: أرابيسك، ليالي الحلمية، الناس في كفر عسكر. 9. محمود ياسين. تاريخ الميلادي 19 من فبراير 1941. نبذة: ممثل مصري بارز، قدم العديد من الأدوار المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون. من أبرز أفلامه: الرصاصة لا تزال في جيبي، أنف وثلاث عيون، نحن لا نزرع الشوكة. ملحوظة: محمود ياسين توفي في 14 من أكتوبر 2020. 10. سميرة عبد العزيز. تاريخ الميلادي 5 من يونيو 1938. نبذة: ممثلة مصرية قديرة، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. من أبرز أعمالها:
حديث الصباح والمساء، أم كلثوم، محمد رسول الله. هؤلاء الفنانين لهم تاريخ طويل وحافل في السينما والتلفزيون والمسرح، وقد أثروا بشكل كبير في الساحة الفنية المصرية والعربية.